نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم مبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستثمار هذه الأيام المعدودات، هذه الأيام المباركات في الطاعات وفي القربات وفي الباقيات الصالحات. أصحاب الأعذار، أولا يعني أشكرك على حسن اختيار العنوان، لأنه أصحاب الأعذار ينتظرون يقينا من يطمئنهم، لأن حرمة رمضان كما تعلم أخي أحمد في الأمة عموما وفي الجزائر خصوصا رمضان له حرمة خاصة، فعدد الصائمين أكثر من عدد المصلين بلغة الإحصاء. صحيح. بلغة الإحصاء، حتى أن أحد الشعراء عندنا من الشعراء الحكماء تحدث عن هذه الظاهرة بشعر رقيق بليغ جدا. قصيدة طويلة لكن أختار منها مقطعا يقول لك يعني، وفيه سؤال منطقي يطرح في ثنايا هذه الأبيات: كيف أن الإنسان مسلم ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، من هذه ال5 الركائز الصلاة يعني التوحيد إلى محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم الزكاة، إقام الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. ولكن مع ذلك نجد بعض المسلمين يصومون ولا يصلون. صحيح. من جهة أمر يعني مليح، يعني في حرمة، أعطوا حرمة لرمضان، ولكن من جهة أخرى هناك خلل على مستوى فقه مراتب الأعمال. صحيح. الأولويات، فالصلاة تحتل المرتبة الثانية بعد التوحيد. فأراد أن يعالج هذه الظاهرة شعرا، مما قال: المؤمنين يوانروا في الوقت قيدين الله ما تشكين عودة تضروا ينسلم ورن تظل السوق ما يعمر يفرو غس ما يزنس الغلا. تنبيه لكل غافل من لا يصلي ولكنه يصوم. صحيح. نقول تقبل الله صيامك. صحيح. ولكن حذاري، لابد أن تنتبه وأن تعود إلى رشدك عاجلا لا أجلا، وأن تبدأ بالصلاة، ومع ذلك أعطي الحرمة الكاملة لهذا الشهر العظيم. أقول الكثير من الناس الآن عندهم أعذار، نجد منهم من صام 40 سنة 50 سنة 20 سنة وهو صائم، ولكن في يوم من الأيام سلبت منه صحته، كان صاحب عذر. هذا بالنسبة لي لعذر المرض، ولكن لا يطمئن في قلبه، يقول لك الناس قاعد صايمين وانا نفطر. حتى كي يقول له الطبيب الحاذق المسلم يقول له افطر، يقول له لا، ثقيل علي. نقول لهؤلاء ما قاله أخي أحمد، طبعا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد عن أحمد يعني صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يحب، لذلك الإنسان يحرص على تحقيق محبة الله عز وجل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وربنا في القرآن الكريم بعدما تحدث عن أصحاب الأعذار قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا المسلم الذكي هو الذي يبحث عن إرادة الله، أين هي؟ ممكن هو يريد والله يريد، ولكن لا بد من ترجيح إرادة الله عز وجل أو مرادات الله سبحانه وتعالى. يمكن تلخيص أصحاب الأعذار فيما يلي: العذر الأول هو المرض، ومن كان منكم مريضا أو على سفر. الإنسان المريض، طبعا المريض الذي يشق عليه الصيام، هوش يعني حاجة خفيفة هكذا ويدر نفسه في، لا، كي يكون مريض، هذا المريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى دواء إلى آخره، متابعة. وإذا صام يتأخر شفاؤه أو يهلك، وهذا يدرك إما بالتجربة أو عن طريق الطبيب المشرف على علاجه. صحيح. طيب، ثم يأتي المسافر طبقا لهذه الآية أو على سفر، وطبعا المقصود من السفر من غير معصية. صحيح. هذا هو المقصود، حدث عنه الفقهاء مطولا: الذي يسافر لعمل، لدراسة، لصلة رحم، لزيارة، لأي عمل شريف، لبحث علمي، لملتقى أو شيء، يعني سفر. والسفر في حد ذاته هو سبب مبيح للفطر. ليس المراد المشقة. لأن بعض الناس يربطون بين السفر السابقا قديما والآن، يقول لك زمان يسافرون عن طريق البغال، عن طريق الجمال، أما الآن بالسيارات الفخمة بها تبريد يعني مبردة، وبالطائرات وهكذا. فلا، السفر هو العلة والعلة كما يقول علماء الأصول هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي، يعني المناسب الحكم والمتعدي، يعني لابد أن تتعدى إلى الغير،
يعني من الأصل إلى الفرع. فإذا وجدنا ذات العلة التي من أجلها تقرر الحكم في الأصل، نطبق حكم الأصل على الفرع لاشتراكهما في العلة. وتعريف القياس أصوليا هو هذا: إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم، هذا هو، أو مساواة أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. إذن ذكرنا المرض وذكرنا السفر. ثم المرأة الحبلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. المسافر هذا تأكيد للآية القرآنية. وشطر الصلاة يعني يجمع، يقصر صلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، يصلي ركعتين، يشطر الصلاة. وعن الحبلى والمرضع الصوم. إذن تأتي الحبلى المرأة الحامل. بالنسبة للحامل فيه 3 نقاط خفيفة ظريفة إن شاء الله. الأمر الأول إذا هي هو الحامل شيخنا السعيد ربما لأن الوليد يسافر في بطنها إلى بر الحياة. الله، هذا تخريج لطيف يعني، ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن فعلا يسافر إلى بر الحياة، يعني سبحان الله، من عالم إلى عالم. ومن رحمة الإسلام شوفوا هذا الحديث، يعني الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه المرأة الحامل طبعا يجوز لها باش تفطر في نهار رمضان إذا كان خافت هي على نفسها، على صحتها، خايفة على روحها، أو خافت على جنينها، خايفة على جنينها، أو تشعر بمشقة كبيرة وهي يعني حامل. لذلك المرأة الحامل هي معذورة أيضا بسبب الحمل، وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرضع، المرأة المرضع أيضا ترضع. ربي سبحانه قال في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن أيضا حرصا على تحقيق حق من حقوق هذا الطفل الوليد كي كان في بطن ماه، رحمة به وبها. الإسلام رخص أعطى هذه الرخصة، سبحان الله، هذه قمة حقوق الإنسان، الرعاية السامية من رب العزة جل جلاله. وحينما جاء إلى الدنيا الآن يعتبر وليد رضيع، يحتاج باش يرضع من يماه. فإذا كان هذا الرضاع يعني يشق على الوالدة نتاعو، ولا ينقص الحليب نتاعها أو إلى آخره، وتحقيقا لحق من حقوق هذا الطفل أنه يرضع من يماه. وطبعا نعرفوا يعني قيمة هذه الرضاع لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية العلمية. لذلك رخص الشرع للمرأة المرضع أن يعني تفطر في نهار رمضان أو تفطر في أيام رمضان. ثم يأتي السبب الأخير وهو كبر السن. يعني الإنسان الكبير في السن، كبير في السن عجوز دمغار ويزمير هذه يظن كبير، فبالتالي هذا أيضا يلحق بحكم المريض أيضا الذي لا يرجى برؤه، لأن الكبير ما راهش ماشي للصغر ولكن ماشي للكبر. صحيح. والحمد لله رب العالمين. طبعا أيضا أصحاب الأشغال الشاقة وإخواني اللي هم في الصحراء مثلا الآن في مناجم البترول وغيرها، اللي طبعا يشق يعني يصعب عليهم الصيام، هؤلاء أيضا ممن يرخص لهم شرعا. هذه يكتفي يعني خلاصة خفيفة يعني عن أصحاب